وقل رب زدني علما. يقول السؤال: ماذا تنصح بالنسبة للصدقات؟ نحن في شهر رمضان، من عنده مال كثير يريد أن يتصدق به. والله اللي أنصح به يا إخوان الوقف في نشر العلم. الوقف في نشر العلم. نشر العلم والتعليم من أعظم العبادات. ليه؟ لأنه صدقة جارية. أولا أنت تنشر الدين وتقيم الدين وتعلي راية الدين، تساهم في إقامة حجة الله على العباد. ليش الله أرسل الرسل؟ لماذا أنزل الله الكتب؟ فأنت لما تنشر العلم وتساهم في نشر العلم وتعليم العلم الشرعي للناس، هذه الحجة الإلهية على الخلق تقوم. فلما تنفق يا أخي الكريم، تضع لك وقفا، تكون عندك أموال كثيرة، لما تضع لك وقفا تنفق منه في كفالة طلبة العلم والعلماء وتفريغهم، وهذه شيء عظيم. بدل ما يروح يشتغل ويضيع 8 ساعات من يومه، هذه الأمة أحق بها وأولى بها. لو وجد واحد جاد على المنهج الصحيح، كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، على السنة، والله هذا تفريغه للأمة صدقة جارية عظيمة. شوف عاد أنت كم كل شيء يقوله في ميزان أنت ما ساهمت. ثم كفالة طلبة العلم الفقراء، قضية طباعة الكتب، الجوائز في المسابقات العلمية. من زمان ترى المسلمين في إنشاء المكتبات العلمية، المسلمون في الأندلس وغيرها وفي بغداد وفي دمشق وفي حواضر العالم الإسلامي، كان عندهم أوقاف كبيرة جدا على المدارس اللي تخرج العلماء. ولذلك ما كان العلماء والكتب العظيمة مخطوطات الآن ما كم انطبع منها، ولسه باقي كثير جدا مخطوطات الموصل وبغداد وحلب ودمشق، والمخطوطات المصرية والمغرب والأندلس، ومخطوطات اليمن والعالم الإسلامي والحجاز. هذه من وين جاءت؟ تفريغ أهل العلم. كان في تفريغ، في أوقاف تصرف على طلبة العلم وعلى العلماء. ما كان العالم يحتاج ولا يمد يده، عنده ما يغنيه ويكفيه، بس تفرغ لنفع الأمة. والآن إنشاء الكليات، إنشاء المعاهد، إنشاء المنصات الشرعية. يا جماعة المنصات الشرعية الإلكترونية اللي تدرس الآن عن بعد عن قرب، ممكن عشرات الآلاف. مقارئ القرآن، تحفيظ القرآن، التفسير، التدبر، هذا نشر العلم. يعني في واحد كان عنده مشروع، ما أدري إذا كان نستطيع نطلع هذا. واحد كان عنده يعني صورة إيه هذا. شوف هذا مثال. شوف واحد أنا أعتبره هذا شخص ذكي سوى مشروع في مسجد مركزي، لأنه المسجد فضل المسجد والمسجد وبيوت الله، فوضع مسجدا لله، جمعة وحلقات التحفيظ، فرائض والاعتكاف وحلق الذكر، وفيه أدوار فندقية وسكنية ومكتبية ومعارض. هذه منها على المسجد ومنها على نشر العلم أو الدعوة إلى الله. هذه المشاريع هذه إذا يعني سبحان الله، لو أن هناك يعني هي شوف هداية من الله، يعني هي هداية من الله. لو واحد الله وجهه ولكل وجهة هو موليها، يبني بيوت الله ويوقف عليها الأوقاف، ويوقف الأوقاف على العلم يا جماعة، على العلم. نحن الآن في زمن فتن وفي أشياء. خذ العلم، يعلم الناس التوحيد، العقيدة الصحيحة، السنة النبوية، التفسير والحديث والفقه والعقيدة والسيرة
واللغة العربية وفيها يعني فيه كم تحيا قلوب. وبعدين تعليم الأطفال، في ناس أولادهم ما يعرفون العربية، ما يعرفون أشياء من الدين وهم أولاد مسلمين بالاسم.